تقبض. معاك حق، بس انا كده مش هلحق سمر. معقوله هتروح لها كده ايد ورا وايد قدام من غير ما هي؟ في دي معاك حق. طب ايه رايك بقى؟ انا هلحق الصراف وهلحق سمر. تشاو. سلام. ايه ماك؟ بقالي نص ساعة مستنياك يا اخي. كنت بقبض. لا كده براء. خدت عليهم حوافز كمان. يبقى هتغديني بره يا حلو. كل ما مليم يجي زياده تقول يغديني، مش اتغديت امبارح. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي. طعم قوي ها؟ قوي. بس برضه ما فيش احلى من طبيخك انت. يعني حلو قوي المطعم ده حقيقة. لذيذ. اكل مسبك وظريف. يا بس القطط. لا القطط عامله جو برضه في المحاتر. صوابع رجلينا. يا حبيبي. حساب. احنا لسه. 5 جنيه. 35 جنيه. انا دي لك انا. العزومه دي هتخلينا في حسبة بيرما ان شاء الله زي الشهر اللي فات. يا حبيبي عزومة تفوت ولا حد يموت، ثم احنا مالنا؟ ما احنا حلوين اهو، كل حاجة كويسة. مش عارف الواحد لو ما كانش سافر الكام سفريه دي كنا هنعمل ايه؟ مالها السفريات بس؟ ما هي جوزتنا وجبنا شقة صحيح، خلصت على كل اللي معانا، انما الاشياء معدن يا حبيبي. مصيبه انك ما بتقدريش، الحياه بقت صعبه قوي دلوقتي يا سمر. يا حبيبي بس ايه رأيك؟ مش عاملة لك جو؟ انا نفسي تصدق تبقى لم الاكل اللي فاضل ونبقى نتعشى بيه في البيت. طب والرز؟ اللي فيه في قراطيس. هاد الحلقة. سلام يا ماجد، لو الواحد مليونير زي الحلقات الأجنبية دي يا أخي. ولا كنت هتعبري؟ ليه بتقول كده ليه؟ طب كنت هتعملي ايه؟ كنت هعمل ايه؟ كنت هشتري كل حاجة نفسي فيها، هدوم، فراوي، المظات، عربيات، اروح البسين، الف الدنيا، اتفسح. طب بس اتفضلي ما تضيعيش وقت. قسم المصروف بقى حضرة الخبير. انت لازم تنكد عليا وتغمني. حاضر. ادي مصروف البيت. دي ما جاتكيش مكافآت ولا حاجة الشهر ده على مرتبك؟ حصل بس ما حطيتهمش مع الفلوس. لا اعترض بشدة وهشتكيكي. احنا مش قايلين اي فلوس زيادة للطوارئ، للفسحة، للنزاهة، للعيا؟ انا بدي افهم، انت مهندسة ولا وكيلة نيابة؟ نكد عليا بقى، لخبطني، خليني اعد من الاول. دول مصاريف عربيتك اهم، وعامله حساب البنزين عشان بتوديني وتجيبني عشان ما تذلنيش. ايه؟ ها؟ ايه دول؟ راحوا بقى خلصت. علي صوتك، ما تفكرنيش بالصراف بتاعنا. ما هم راحوا يعني. ايه دول ايه دول؟ ايه؟ دول فلوس بتاع. لا مش ده. ايه دول؟ قسط الفيديو. قسط بس يا سمر، احنا قادرين ندفع قسط الشقه مع قسط فيديو. طب بالراحه. يا اسمته ايه الفيديو بس يا حبيبتي؟ انا مش عامل لك اشتراك في جمعيه السينما، الفيديو هتشوف شويه افلام سخيفه. ما هو اصل الفيديو دلوقتي بقى اساسي في اي بيت. نهال بنت خالتي عندها 4 فيديو. ماليش دعوه بنهال دي، انا ما جوزتش نهال، انا جوزت سمر. خلاص ما تزعلش، تعالى عد معايا، هخليك تعد معايا. خلاص الفلوس فلوسك وانت حره اتصرفي فيها يا سمر. الحقيقة أنا أحب أسجل إعجابي
ببحث يعتبر من اهم الابحاث اللي اتقدمت لي في الدوره اللي فاتت. البحث ده موضوعه عن ظاهره الجريمه في الصعيد. قدمه ماجد الذهبي. هو بس الحقيقه ينقصوا بعض الحاجات. كان لازم تهتم بالمتغيرات الجديده اللي حصلت النهارده في مجتمع الصعيد وتاثيرها على الظاهره دي سواء بالسلب او بالايجاب. انا بيتهيألي يا ماجد ان الموضوع ده محتاج لدراسه ميدانيه اكبر. بعد اذن سعادتك يا فندم، انا مشير في صفحه 36 في اخرها يا فندم عند الكعب على طول ان هناك تاثير لافتتاح الجامعات الاقليميه وحركه الانفتاح هناك. اسمح لي يا ماجد، أنا قريت نسخة من بحثك وأبحاث الزملاء. متهيألي إن التأثير ده تأثير عام، إنما مفيش تخصص. والله معك حق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. احنا وصلنا لحد فين امبارح يا ولاد؟ لغاية ما يجي لحضرتك تكليف رسمي واتنقلت المديرية عشان سبع الليل ورجالته. ايوه عارفين يا ولاد، ايه؟ انا فاكر وعايش الحوادث دي كانها حصلت امبارح بالظبط. نقلوني بلادكم هنا مخصوص عشان ولاد الليل. خدت امر التكليف ورحت بيه على المكتب بتاعي اللي كان موجود في الناحيه البحريه اللي اتلغت، اللي دلوقتي بقى مكان الجمعية التعاونية. عليك نور. انما الله، انت واد كنت لسه صغير قوي، يمكن حتى ما كنتش لسه اتولدت. ايه اللي عرفك؟ حلالة في عيلتنا واحد جريد نصاب بس بيشتغل في مصر وهو اللي جاي. رتبته ايه ده يا ولد؟ يزباش. إيه؟ وبعدين يا سعادة اليوم هقول لكم بعدين. خدت امر التكليف بتاعي وحطيته على المكتب التاني، لقيت الورقه بتتكلم وبتقول لي هو الولد بيتكلم يا سعادة البيت؟ يا سيدي بتخيل بيت هيئي زي ما بتشوفه في التلفزيون. ايه؟ اتفضل سيادتك كمل. بصيت لقيت الورقه بتقول لي مجدك يا عبد الباري بين ايديا، مستقبلك مكتوب فيا. طبعا هتسالوني وتقولوا لي يعني ايه؟ الو؟ ايوه يا ترك. ايوه انا طالب مصر من ساعه يا اخي. انا معاك اهو. ايوه يا سمر، ازيك يا حبيبتي؟ وحشاني قوي يا سمر. اهلا يا بابا يا حبيبي، ازيك؟ صحتك كويسه؟ اطمني يا بنتي، انا بخير والحمد لله. ايه يا بابا؟ مالك؟ بتتكلم ليه دلوقتي؟ مالك يا بابا؟ يا بنتي مفيش حاجه والله، احنا كويس. اديني جوزك اكلمه. ماجد، بابا عبد الباري على التليفون. مات؟ يا نهار اسود، ماجد، بابا بابا على التليفون كله اشتغل. بيتكلم ترامب يقول لي قاعد بكتب اخر قصه في الروايه وضيعت انوار الصلاه وضيعت انوار الفسح. طب اتكلم ترامب. بعتوا يجيبوا رئيس مجلس الاضاءه والدنيا مقلوبه. المده هتخلص. عايز ايه؟ الو؟ اهلا سياده اللواء يا فندم. اهلا سياده عباري بيه. لا يا فندم، ازعاج مين؟ ده بيتك يا فندم، تتكلم في اي وقت. حاضر حاضر. ها؟ حاضر. في ايه؟ طب ساعتك عايزني اروح انا ادفع له فلوس؟ طيب حاضر. مع السلامه يا فندم. في ايه يا ماجد؟ ها؟ لا ابوكي كويس. ايوه بيتكلم دلوقتي ليه؟ راجل لواء بقى وقاعد فاضي على المعاش. ماجد اتكلم بجد. يا ستي ابوك كبرت في المخ يكتب قصه بوليسيه. الراجل قاعد فاضي عايز يكتب قصه بوليسيه من ايام ما مسك خط الصعيد وكان هو هناك بالصدفه لحد ما استقر. فاذا عدى على الناشر اشوف هيوافقوا على القصه ولا لا. يا عيني يا رب، يا عيني على بختي. جوزي عنده نوايا تأليفية وكمان ابويا، وده مين هيلبس له الشراب في البلد ده؟ الحكاية أصلها بادئ جميل، مؤثر، تقليد، منجاها، نزاهة، عادات يعني. لا وإيه؟
الجدعان يحلفوا عليا اني لازم اشرب. جدعان يحلفوا؟ ما انت قلت الكلام ده قبل كده. معلش يا بيه، ما تزعلش مني، اصلي بنسى، وحضرتك عارف ان المدعو اللي بشربه ده بيخليني انسى. ومره ورا التانيه لقيت النوع الاولاني ما بيحوقش معايا، فقلت اجرب النوع التاني، النوع الاتقل. احنا ما بنوقفش الجرعه مره واحده، والا المدمن يتجنن وممكن يموت. يعني انت اديته حقنه دلوقتي؟ ايوه بس مخففه. الجانب الايحائي في العلاج مهم جدا، يعني الميعاد والحقنه والمخدر كلها لازم تكون زي بعضها. السلام عليكم يا ماجد بيه، ربنا يعمل بيت. ازيك يا سمعة؟ الله يسلمك يا بيه، لا يخليك، لولاك ما كنت عرفت طريق هنا واديني باجي كل يوم. مرتاح يا سمعة؟ الحمد لله يا بيه. السلام عليكم. تعرفوا؟ زمان ده كان ساس الجراج اللي جنبنا. يا جماعه اللي بتحاولوه معايا ده مفيش منه اي فايده. انا ممكن كده اشتكيكوا واوديكوا في داهيه، وتفضلوا بقى اطلعوا بره. ليه بس يا استهانة؟ ليه بس يا استهانم ايه؟ ما انت شايف المعلم ابو بطانيه حوالين رقبته ده بيلمح لي برشوه؟ استغفر الله يا باشمهندسة. هو يا ريت تبقي حليمة كده وتطولي بالك شوية. اللهم طولك يا روح. مش انتوا اللي اختلفتوا مع بقيه الشركاء؟ حاصل. هو احنا غرضنا يعني ان حضرتك وعينك كلها نظر زودي يعني حبتين شوية واحنا تحت امرك. نعم. لا انا اللون ده ما ينفعش معايا. اطلعوا بره ولا لك البوليس. ايه ده؟ لا جواب ولا عنوان، مش الاسم غلط، مفيش غير الاستاذ ماجد الذهبي. الفلوس دي كل المبلغ ده يكونش حد عامل مقلب وبيهزر. انت جيت بدري يا ماجد. دماغي مقلوبه الله يجزيهم، قلبوا دماغي. يا اخي لما انت جاي بدري يا اخي كنت فوت عليا خدني. انا مش بدري، انت اللي اتاخرتي. مش على ما لقيت تاكسي يقف لي. يا دماغي يعني يا ربي من الصداع. تصدق الناس بتوع العقارية دول جولي المكتب النهارده ولا ايه بيلمحوا لي برشوه؟ طب ريح انت، انا هعمل لك لقمه تاكليه.
صباح الخير يا زوجي العزيز. مالك اعصابك مهزوزه كده ليه على الصبح؟ يا ريت تفطر بسرعه عشان الحق اوصلك لاني مستعجل. خير، في اخبار؟ راح الم شويه مراجع ومقالات وشويه حاجات كده انا احطها في المكتبه عندنا. على فكره انا لسه ما تنزلتش عن فكره الفيديو بالتقسيط. ازاي؟ اتفقت مع نهال بنت خالتي هنعمل جمعيه وتقبضني الاول وادفع مقدم الفيديو. طب وهنجيب القسط منين؟ اهو حوافز مني، مكافآت منك. انا شخصيا هستغل اي مبلغ يجيني. وهو ده اسمه كلام؟ الله، وبعدين يعني ايه يعني؟ البيت هيروح برص التراب. طب والعمل يا معلم؟ حلمك بس يا معلم، الصبر يا اخويا. البيت هيتباع بكره بالمحكمه. ادي نتيجة الخلاف، انا قلت الكلام ده قبل كده. بقى ما كنتوش قادرين تدوا قرشين للست المهندسه دي. جسينا نطاها، لقينا دماغها ناشفه قوي. ايه اللي عاملاه في نفسك؟ حاطه تلج على راسي، دماغي هتنفجر. تصور الناس بتوع القضيه جم المكتب النهارده زعلانين من التدمير اللي انا عملته للبيت بتاعهم لما نزل المزاد. كانوا هيموتوني يا ماجد في المكتب. بسيط يا ست، حصل خير. بالحق ايه؟ الجواب ده جالك، جابوا البواب النهارده الظهر. تقولي مين اللي جابه؟ البواب زي كل يوم ما بيجيب الجوابات. ليه، في حاجه؟ لا ده حاجة تانية خالص. مش ممكن. نفس الخط ونفس الكلام. الأستاذ ماجد عبد الرحيم الذهبي. تحية طيبة وبعد. فلوس برضه. تلاتين 300 يا سيدي بقى. مش ممكن بقى تكون سمر المرة دي. يا ماجد، ايه ماجد؟ انت سايبني لوحدي ليه؟ انت مش شايفني تعبانه حاطه تلج على راسي؟ اكلمك تجري كده وتسيبني؟ ايه كان في ايه الجواب اللي اديتهولك؟ لا ده فريد صاحبي كان بعت لي جواب من امريكا بيطمن عليا. انا اسمك. اللي بتقوليه ده يا سمر مش داخل دماغي ابدا. بلاش اوهام. اوهام ايه؟ ليه كذب عليا وقال لي ان الجواب من صاحبه فريد؟ لا، وليه بتتصوري انه بيكذب عليكي؟ الدرج في الاول كان مقفول بالمفتاح وانا مش واخده في بالي ومطنشه. لما دخلت عليه الاوضه واتخض نسي يقفله بالمفتاح تاني. خرج فتحت انا الدرج بقى لما الفار لعب في عبي. ولقيتي ايه؟ لقيت ظرفين. من مين؟ مش عارفه. لقيت ظرفين عليهم اسم ماجد وعنوانه وكلمه تحيه طيبه وبعد. الكلام ده حصل امتى؟ حصل يا ستي اخر الشهر اللي فات تقريبا. طب وليه ما جيتليش في وقتها؟ على ما لقيت نفسي فاضيه يا نهال. الحقيقه انا طول عمري اعرف ان ماجد ابيض وواضح جدا. ما اعتقدش ابدا انه يعرف واحده عليكي. لا مش ده ماجد اللي انا اعرفه طول عمري. ماجد عمره ما خبى عني حاجه ابدا. انا خايفه يا ستي، ما تاخديش في بالك. استاذ ماجد الذهبي. بيتهيألي ده نفس الخط اللي كان على الجوابين اللي فاتوا. ايوه يا نهال.
لازم اقصد. لا بقول لك لقيت ظرف جديد النهارده في صندوق البوسطه، بس المره دي بقى فيه 300 جنيه. مش سامعاني؟ بقول لك 300 جنيه ديون علينا. انا مش عارفه اكلمك، كل واخد باله منها. اطلب بعدين، واخده بالك؟ مع السلامه. انا مش فاهمه انت عامله كده ليه؟ ما لازم اعمل كده، اول مره ماجد يخبي عني اي حاجه. انت متاكده ان الجواب اللي لقيتيه النهارده في البوسطه عليه نفس خط الجوابات اللي لقيتيها في الكومودينو؟ اه متاكده. طب وده يثبت ايه؟ ما هو اللي مجنني انه ما يثبتش حاجه خالص، وفي حاجه انا مش فاهماها. امال انا قلت لك تعدي عليها في الشغل تاخديني ليه؟ طب اهدي عشان نعرف نفكر. تحبي تروحي فين؟ اي حته، مش عايزه اروح، خليه يتغدى لوحده. طب يلا. كنت فين يا استاذ؟ فوت على نهال بنت خالتي وقعدنا نلف في البلد شويه وبعدين اتغدينا. طب واللي فات قاعد منتظر ده مفيش تليفون تكلميه تطمنيه؟ ما اصل كان المكتب قفل وما عرفتش اتكلم في التليفون. اتغديت. ولما انت عارف ان مفيش غدا اتاخرت ليه؟ معلش انا متاسفه، اديني 10 دقايق وانا احضر لك الاكل. عشان خدي على 10 ايام انت حر. قلنا متاسفه بقى. انا نازل اجيب الخضار، مش عايزه حاجه؟ طب ابقى ادور على اللي هيصالحك بقى. اقدر اعرف انت مخصماني ليه؟ طب مين فينا اللي ياخد موقف؟ ايوه خدوهم بالصوت قبل ما يغلبوكوا. لما حضرتك تبقى صريح معايا الاول ابقى اتكلم معاك. سلام. ابقى صريح ازاي؟ مش لاقي جوابات في الكومودين وشاكه في حاجه، ولا يكونش هي كمان جالها جوابات. طب ابقى صريح ازاي اذا كنت انا نفسي مش فاهم حاجه؟ الله، ها؟ مالك يا ماجد؟ لا ما فيش. ما شاء الله. والورد ده لمين بقى ان شاء الله؟ الورد ده بقى لمين ان شاء الله؟ اه. لا ما دام سالتي بقى الورد ده لمين يبقى انا غلطان وحقك عليا. انت بتهزر؟ ما بهزرش، بس في حاجه. ايه هي؟ طب اركبي اركبي اركبي. انت لقيتي حاجه تاني؟ ما تكلمنيش، انا مخصمك ومش هكلمك طول عمري. انت يا ماجد بتخبي عليا، اقصى عليك. ما تقوليش ان جاي لك علاوات ومكافآت وتقول لي جوابات من عند صاحبك فريد. طب العند فيك بقى، هجيب الفيديو يعني هجيبه. لا لحظه من فضلك بقى، ما تاخدنيش في دوك. انت اولا ازاي تفتحي الجوابات بتاعتي؟ ها؟ ثانيا الفلوس دي مش بتاعتي، لا هي مكافآت ولا علاوه ولا اعرف حاجه عنها خالص. يا سلام. وثالثا ثالثا انا لسه عايز اعرف مين اللي بعت الفلوس دي. ما عنديش اي فكره والله. انا فاكرها انك انت اللي بعتيها، ما انا عارف هزارك. وانا يعني لو كان معايا الفلوس دي كنت ههمت. ده انا كنت هجيب لك الفيديو اول حاجه. رابعا يا حبيبي وهو الاهم، استلم يا سيدي الفاضل. لقيت الجواب ده في صندوق البوسطه من كام يوم. كمان بتفتحي صندوق البوسطه؟ بتقولي كام يوم؟
من اول الشهر تقريبا. طب يا ستي يعني ما دام انت حضرتك عامله جستابو عليا بقى، كان لازم تعرفي ان الجوابين الاولانيين برضو كان ميعادهم اول الشهر. وتفتكر دي صدفه يا ماجد؟ الحقيقه خيالي العلمي التاليفي البوليسي بيقول لي لا. طب والحل؟ الحل اللي فلوسي ما حدش يتصرف فيها وتفضل موجوده هنا في بيتنا، ما حدش يتصرف فيها لحد ما نعرف مين جابها ومين اللي بعتها ومين اللي حكايتها بالظبط، فاهمه؟ وسيبيني بقى افكر دلوقتي. ارسين لوبين اشتغل. لعلمك بقى مش هلبس الشراب. يعني ايه بلاش الف؟ البس الشراب. مش هلبس الشراب. سمر البس الشراب. مش لابسه الشراب. هات الشراب والبسه انا. لا ما افتكرش يا ماجد، القضيه دي بالنسبه لي كانت عاديه جدا ما فيهاش اي مشاكل. بالنسبه لي مش ادراك الخصوم، لا مش يمكن حد فيهم عايز يرشيكي او يورطك. ايوه بس القضيه دي بقى لها سنه ونص. طب كملي اداء بس كملي. لما تم عمل المعاينه الميدانيه تم تقدير الثمن. لا 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 انت هتنامي؟ مش احنا اتفقنا نراجع كل القضايا نشوف مين له شبهه مين له مصلحه؟ مش قادره يا ماجد خلاص. انت مهتميه بالموضوع ده قوي كده ليه؟ مش قلت لك ما تخافيش طول ما انا موجود؟ وبعدين ده اقصى حاجه ممكن يعملوها انهم يقبلوا عليكي مثلا. ازاي؟ يعني مثلا يقول انك خدتي فلوس بالخصوم بتوعه. او يبعت لي فلوس ويبلغ البوليس. نعم قولي حاجه. لا شكرا. اتفضل يا سيدي. ادي التصريح اهو. شكرا فندم، جزاك الله كل خير. ما تنساش تختمه بقى قبل ما تروح. مش الامضه يا فندم؟ ايوه لازم يتختم؟ لازم يتختم. يعني الامضه ملهاش لا ايه؟ الختم مهم. مع السلامه. الأستاذ رفقي الأخصائي الاجتماعي عندنا. الأستاذ ماجد باحث في مركز البحوث الاجتماعية والجنائية. اهلا وسهلا، تشرفت. اهلا بيك يا فندم. هي انا مكلف بعمل بحث وتقديم تقرير عن احوال ابو عمر. أيوة يا أستاذ ماجد، بس أبو عمر دلوقتي أصبح مفيش منه أي خطورة. احنا بنعلمه حرفه علشان نحول طاقته العدوانيه الى عمل مفيد. انا اتعرفت بيه قبل كده. مركزنا على اتصال دائم لمتابعه نشاط اسرته. الحقيقه يا فندم احنا مقدرين المجهود اللي بتقوموا بيه لتقديم العون لاسر المسجونين. شكرا يا سيدي. وبعدين تعال يا أبو عمر. قاعد موجود. تعال. الهدوء كويس يا فندم. تعال. اكيد مش هو يا سامر، انا اتاكدت من وشه ومن كلامه انه مش هو، ده حتى الراجل مش فاكره. امال مين بس يا ماجد؟ لا حد من طرفي ولا حد من طرف. هما بقوا كام دلوقتي؟ 4 ظروف 1200 جنيه. والله مبلغ مش بطال في 4 شهور، مش بطالين ابدا. ايه يا حبيبي خلاص وافقت؟ هنعمل الجمعيه واجيب الفيديو؟ ايه اصل ده بس يا سمر سيبيني افكر. هو احنا فاضل قد ايه على اول الشهر؟ 3 ايام. 3 ايام. خلينا نكملهم 1500 وبعد ال3 ايام دول هتبان حاجات كتيره قوي. فات اسبوع من الشهر لغايه دلوقتي وما بعتش ولا جواب. يمكن فلس. مش معقول النكت بقى بتاعتك دي يا عمي. الحمد لله على السلامة يا ولاد. الله يسلمك. تو يا سمر لما عرفت ان ليك اب لسه عايش. غصب عني يا بابا، الدنيا تلاهي، ربنا يديك طولة العمر. والله يا عمي لو تعرف الحياة عاملة فينا ايه هناك تستغرب. لا واللي زاد وغطى بقى حاجة جديدة كده زي الفزورة. فزورة؟ يعني ما جيتوش الا لما اتزنقتوا ها؟ قول لي زي الوالدة. ماما حلوة فاهم، بتسلم عليك. الحمد بس انت يا بابا ليه تتعب نفسك كده يا حبيبي؟ ما انت عارف ان ماجد ما بيحبش مساعدة من حد. مساعدة ايه يا اخويا؟ ايه الحكاية يا سمر؟ يا بابا ما احنا خلاص عرفنا كل حاجة بقى. عرفتوا ايه؟ انا مش فاهم حاجة ابدا.
واذا كان على حكايه المساعده دي، ده انا ساعدكم غصب عنكم. بس اولا اذا كنتم محتاجين المساعده، وثانيا لما بيع الكتاب يعني. ازاي الوالده؟ ما تسيب ماما في حالها يا عم وخلينا في مشكلتنا. ولا مشكله ولا حاجه يا ابني. سيبوني انا اتصرف. انا هقول لكم تعملوا ايه. فكرة هايلة فعلا فكرة أبوك دي، إن إحنا نشوف حد يراقب صندوق البوسطة. هو قال لنا اسم المرشد اللي يعرفه إيه؟ استنى، انا معايا الورق. شعبان مصطفى، هقول العنوان اهو. أكيد هنحتاج للجدع ده، يلا بينا. طب هات اشيلها معاك. طيب معلش، أنا بقول ناخد يومين أجازة عارضة، وعايز الصراحة من هتبقى زيارة وتجارة. ازاي يعني زيارة وتجارة؟ قلبي بيقول لي إن إحنا ممكن نلاقي أي حاجة هناك. جايز يكون اللي بيبعت الجوابات ده له علاقة بأي حد من قرايبيك أو قرايبين. تفتكر؟ امبارح وانا مروح جاني خاطر ازاي انا كنت ناسي ان زمان في عيلتنا كان في مشاكل بين عمامي وخلاني وقضايا ومحاكم وحواديت. يا ماجد دي حاجة خلصت من زمان، من ايام ما والدك اتوفى الله يرحمه. انا اصلي ما وعاش على ابويا الله يرحمه، كنت صغير بس سمعت انطرطيش كلام كده، اتظلم وسرق ويقال يعني سرق عقده واتمسك وراح السجن وكان ظلم وراح فيها ده انا مناسبة عيلة سوابق بقى. لا، كيف صحتك دلوقتي يا ماي؟ نحمده بخير يا ولدي، طول ما انت جنبي بخير يا حبيبي. كيفك يا عروسة؟ الحمد لله يا نينا. مش تفرحوني قبل ما اودع بصغير؟ ان شاء الله. يا الحمد لله على السلامة. اخيرا بقينا في بيتنا، اما حتة مشوار. هو اول الشهر امتى؟ انت لسه فاكر؟ ما تبطل بقى الحكايه دي وتبلغ البوليس بقى. وديتنا بهدلتنا وتعبنا وعدمنا العافيه وتودينا مشوار يقطع القلب وتقعد تقول يا ابو حسن ابو حسين ابو حسن ابو حسين. ايه ده؟ ممكن تبلغ البوليس وتفضنا من الموضوع ده بقى خالص؟ بس انت نسيت ابو حسين. مش عارف، انا قلبي حاسس ان المره الجايه في حاجه جديده، ايه هي؟ الله اعلم. لا مؤاخذه يا استاذ، افندم اي خدمه؟ انا جاي ادور على ملف واحد عندكم اسمه عبد الرحيم الذهبي. احنا ما بنطلعش ملفاتنا لحد. لو سمحت هات لي امر كتابي للسيد المدير وتحط عليه ورقه دمغه. انا لسه جاي من عنده دلوقتي، هو اللي بعتني لحضرتك. اتفضل الطلب اهو. طلب؟ ده انت جاهز قوي. قلت لي اسمه ايه؟ عبد الرحيم الذهبي. عبد الرحيم الذهبي. بيتهيألي الاسم ده كان بيشتغل عندنا من حوالي 25 سنة. وحضرتك مين لا مؤاخذة؟ أنا ابنه. أنت ماجد. هو حضرتك تعرفني؟ هو أبوك الله يرحمه خلف غيرك؟ لا. تبقى أنت ماجد. يا أهلا وسهلا، اتفضل يا ابني، اتفضل اتفضل استريح. ياه، ده زمن عمر تاني. ثانية واحدة. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. عبد الرحمن عبد الرحيم. ما انا عارف، هو انا تايه عن اسمه. بقول لك ده احنا كنا زملاء مع بعض. هو اللي حصل له ده بسبب ايه؟ يا ما قلت له عبد الرحيم ابعد نفسك عن الناس المؤذيه، ما سمعش كلامي. اصل ابوك الله يرحمه كان امين مخزن، بس ايه، مخزن كبير عهدته بالالافات. الناس اللي حواليه بقى ما كانوش كلهم نضاف، كانوا بيشتغلوا معانا هنا في الشركه، ما انا عارفهم. فضلوا يتحلبوا عليه ويبلفوه لغايه خبطوا خبطتهم، وراح هو فيها المسكين. وبعدين؟ ولا قبلين. انا كنت عارف ابوك كان راجل صعيدي من بتوع زمان، ابيض انضف من الفل. مش ممكن ابدا. ربنا يجازي اللي كان السبب، بس الحمد لله ظهرت براءته وطلع منها. مين كان صحابه؟
انت تعرفني عدم المؤاخذة. عموما يا ابني اهلا وسهلا. لا بس انت تعرفني، انا اسمي ماجد عبد الرحيم الذهبي. ما شاء الله، ده انت كبرت وبقيت راجل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يعني انت تعرفني؟ وطي حسك ارجوك. انت تعرفني؟ ايوه بس ما دام انت عرفت مكاني يبقى لازم نقعد مع بعض ونتكلم. تحب نتكلم فين؟ مش هنعرف نتكلم هنا. نروح الصحراء؟ لا صحراء ايه يا استاذ ماجد، ده انت ابوك كان كريم الله يرحمه. بكره ان شاء الله هجيلك البيت نتغدى ونقعد نتكلم عشان ما نش فاضي النهارده. تحت امرك وانا هستناك. الف شكر الف شكر. مع السلامه. مع السلامه. تفتكر هيجي؟ طبعا لازم يجي. علوم لو جه هياكل صوابع على الاكل اللي انا عاملاه ده. لو جاء سمر يبقى هو فعلا اللي بيبعت الجوابات، لانه يبقى عارف العنوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا عم عبد. اتفضل منور. يا ربنا يخليك يا ابني. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ابني. اتفضل اقعد ارتاح. اتفضل. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ابني. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا بنتي. سمر مراتي عم عوض. بتاع الجوابات؟ دي تبقى عارفه كل حاجه بقى. لا بصراحه ما بنخبيش على بعض حاجه. ربنا يخليكوا لبعض يا ابني. يا اهلا. بس تشرب حاجه؟ لا ما بشربش حاجه قبل الغدا. اتفضل كده نبقى خالصين. ايه ده؟ اخر قسط. قسط. لما هتعرف الحكايه يا ابني هتعرف كل حاجه. حكايتي ايه؟ زمان يا ابني انا كنت شاب شقاوي وكنت بشتغل في الشركه مع ابوك. كان ابوك ماسك مخزن فيه بضاعه بالالاف. الشيطان وزني، عملت مفتاح للمخزن وابوك الله يرحمه راح في سين وجيم. طلع وبعدها راح فيها. وبعدين؟ بعد الحكايه ما هديت سبت الشركه وطلعت بالقرشين. اشتغلت بالتجاره وسنه ورا سنه الفلوس كترت معايا. يا سنين طويله. شوف انت عمرك كام سنه دلوقتي؟ انا؟ فين كان الواحد زي غير كده. وبعدين دفعت الثمن بس كان غالي. انت طبعا شفت الصورة اللي متعلقة في المحل. صورة ابنك؟ ابني الوحيد. ربنا حب يفوقني ولا يتوب عليا. سميها زي ما تسميها. ابني الوحيد مات وهو في عز شباب. وقلت لنفسك تجيبه منين؟ كنت عارف ان عنده ولد واحد اسمه ماجد، حضرتك يعني. فضلت اطقص لحد ما عرفت بيتك وشغلك. بس انا عايز اعرف ايه لازمة الفلوس الكتيرة دي؟ حسبت الحسبة يا ابني. انا خدت كام؟ طلع المبلغ كبير قوي، ما اقدرش اسده دفعة واحدة. قلت اقسطه على دفعات، كل دفعة 300 جنيه. طب ليه حضرتك ما حاولتش تتصل بينا تكلمنا تقول لنا الحقيقة؟ مش جايز جوزك كان بلغ عني. انا يا بنتي دفعت الثمن غالي وابني مات. ابلغ عنك ازاي يا عم عوض؟ ما انت عارف الحكايه قديمه، يعني حتى لو انت خدت حكم الحكم ده هيسقط بمرور المده. انا قلت كده برضه يا ابني. قلت ليه تحيي الماضي؟ هيجرى ايه يعني لو سي ماجد عرف مين اللي بيدفع له الفلوس؟ او فعل خير وخلاص. فلوسك اهي يا عم عوض بالتمام والكمال. ماجد مش بحث. ليه يا ابني؟
اصل انا ما صدقت اسدد الدين اللي عليا. الفلوس دي يا عم عوض لا هي ملكك ولا هي ملكي، دي ملك الشركه اللي انت خدتهم منها، والفلوس دي لازم ترجع الشركه. يعني مسامحني يا ابني؟ طبعا مسامحك. الله يا جماعه ما نتصافى بقى خلاص، يلا نتغدى الاكل هيبرد كده. يلا يا ماجد. بلاش الاكل يتعب. لا يلا. اتفضل يا معوض. يلا اتفضل يا عم عوض. هي مصممه تغديك بقى. اتفضل يا اتفضل. ولما اكتشف عوض انني اكتشفت ذهل، وقد كان لا يظن انه من الممكن ان يكتشف. عايزه افهم هتستفيد ايه من اللي انت بتعمله ده؟ حبيبتي اللي حصل ده ينفع قصه بوليسيه تجنن، والمساله كبرت معايا وسيبيني اكتبها وان شاء الله هننشرها. ننشرها منين؟ احنا حالتنا الله ده عشان ننشرها. باباكي سياده اللواء هيساعدني، راجل معاه فلوس ومتعاون معايا. واللي حصل انا نزلت عشان ادور العربيه ما دارتش، قعدت ادور ما دارتش، قعدت ازق برضه ما دارتش، لقيت 4 جدعان محترمين يا اخوانا تعالوا شوفوا في ايه، قعدوا يزقوا معايا، انا ما زقتش دارت العربيه، انا ما نطيتش، لو كنت لحقت نطيت كانت دارت معايا. ما اعرفش انا بقى لقيت نفسي كده في حاله، خدت تاكسي ورحت محطه مصر، ركبت القطر، وانا قاعد في القطر كده بقى الظاهر ولاد الحلال نقروا الكيس اللي معايا، افتكروا فيه فلوس ولا ذهب شفطوه. يعني ضاعت القصه، ضاعت هناك انما هنا موجوده. وعاد وبعد ان استقر بمنزلي لمده ساعه عاد مره اخرى الى الفيلا وبنفسه اضاء الحق يا ماجد. انوار الفسحه. ايه في ايه؟ خد. ايه مالك بتضحكي ليه ده؟ مش قادره اقرا. جواب ليا؟ الاستاذ المحترم ماجد الذهبي. اللي هو تحيه طيبه وبعد شكرا. نوفيكم علما اننا قد قمنا بنشركم في القطار. الله ده الواد اللي سرق الظرف اللي فيه الروايه من اسبوع تقريبا، وانا اعتذر عن ذلك. ده والله في ناس اخلاق والله. امال فين الروايه ما بعتهاش ليه؟ وقد ساءنا ما قراناه من قصه. ايه بتطنش ليه؟ لا الكلام مش عارف. لا نطيت السطر ده ليه؟ لا خط وحش. وساءنا ما قرأناه من قصة سخيفة وتقرف تزعم أنها بوليسية واسمها تحية طيبة وبعد. هو كده كده؟ أيوه. امال أنا مش شايف ليه؟ كمل. ونخطركم أننا سنعيد كتابتها وصياغتها من جديد حتى تعلم كيف تكون الواقعية، حيث أننا كانت لنا اهتمامات أدبية سابقة لولا المقدر والمكتوب، وسوف نوفيكم بما نشأناه منكم بمجرد الانتهاء، وذلك في طرد مسجل عن طريق البريد. حقد. وتفضلوا خالص تحياتي أبو ملقاط أدباتي سابق. حقد. شوفي مين بقى. وأضيئت أنوار الفسحة وأفسح. من فضلك عاوزين الأستاذ ماجد الذهبي. أنا الأستاذ ماجد الذهبي. في إيه؟ لو سمحت تعالوا مديري هنا. أيوه بس مش هعرف الأول أنا همضي على إيه؟ استدعاء في القصة. ليه؟ جوزي بريء، عايزينه ليه؟ هياخدوا أقوال استهانة. ياخدوها فين؟ بخصوص إن الشاهد نشر الأستاذ اللي هو مقتول. مقتول؟ قول له أنا ذنبي إيه؟ قول له أنا ذنبي إيه؟ وأنا ذنبي إيه؟ أصلهم لقوا معايا حاجة تخصك. لقوا معايا حاجة تخص. قول له إيه؟ إيه هي؟ رواية عنوانها تحية طيبة وبعد. شوفوا لقوا الراجل وقروا الرواية وافتكروه هو اللي مألفها وقتلوه. لا انت لا انت اللي كاتب الرواية. حتى الرواية انا قلت لك اللي يألف رواية زي دي لازم يعدم رميا بالأبد. مش انا نعمل روايته كيس ماشي حلو قوي وعمل رواية لا فيها خلص حياتي.